إن مصر تقطع خطوات غير مسبوقة في طريق الإصلاح والبناء، تعيد بناء مؤسساتها وبنيتها التحتية، وتقاوم الإرهاب، وستنتصر عليه بإذن الله، لأن شعبها أثبت على مدار التاريخ أنه لا يعرف المستحيل، وأنه رغم كل التحديات والظروف قادر على بناء مستقبله. كانت البداية الحقيقية بمشروع قناة السويس الجديدة، الذي كان ضرورة حتمية لرفع القدرة التصريفية لقناة السويس، وللحفاظ على مكانة وأهمية ذلك المجرى الملاحي الحيوي لحركة التجارة العالمية، وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن في القناة، وتعظيم الاستفادة من حركة الملاحة في القناة الجديدة. تم حفر القناة في أقل من عام، ليحقق المصريون معجزة بكل المقاييس، إذ أجمع الخبراء على أن هذا المشروع العملاق لا يمكن إنجازه على أحسن تقدير في أقل من 3 أعوام. لو هذا المشروع اتعمل في ألمانيا أو في بلد أوروبية أكيد هياخد 2 3 يمكن 5 سنين، لأنه هنا المشاريع مش ممكن تنفيذها بالسرعة اللي اتعملت في مصر. إن في مصر كان فيه إمكانيات مش موجودة في أوروبا، إن يبقى فيه ورديات تشتغل 24 ساعة في اليوم. تاني حاجة كان التخطيط عظيم جدا، كانت الماكينات المستعملة عظيمة جدا، وكان الشغل مراقب باستمرار. أعتبر إنه مشروع قناة السويس مشروع ناجح جدا، مش بس لمصر بس للهندسة في أي بلد في العالم. وتحققت أهم أهداف حفر القناة الجديدة، وهو استعادة المصريون لثقتهم في أنفسهم وقدرتهم على الإنجاز. قناة السويس اتبنت بإيدين عمال مصرية، مهندسين مصريين، وكمان بتمويل مصري. وما تنسوش إن برضو اتعمل في جو من ناحية الطبيعة، درجة الحرارة كانت بتوصل 40 و50 درجة. مشروع من الناحية الفنية صعب، وكل واحد عارف كده. إن ده يتم في سنة كانت مش معجزة، لكن بتوضح إن مصر فعلا تقدر. وكان حفر القناة الجديدة بمثابة البداية لإنشاء امتداد تنموي اقتصادي وجغرافي وعمراني لمدن القناة الثلاث. فانطلق المشروع العملاق لتنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء على مساحة 460 كيلو متر مربع. لما يكون عندك نشاط زي ده، أول حاجة هتخلق فرص عمل، وهتخلق فرص للتنمية، وهتبتدي تبقى مركز جذب الناس تيجي من بقية الجمهورية، تيجي تتوطن وتعيش في المنطقة اللي حوالين محور قناة السويس. ويتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس إنشاء أكبر منطقة اقتصادية عالمية، والتي تتضمن توفير بنية تحتية من الدرجة الأولى، وسهولة الوصول إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وزيادة القدرة التنافسية لقناة السويس في محيطها الإقليمي والعالمي، وزيادة الاستثمار والعمالة، وكذلك المضي في بناء 5000 مصنع توفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل جديدة، مما يترتب عليه زيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى البدء في إنشاء عدد من الموانئ والمطارات الجديدة. كما بدأ العمل في تطوير وتوسعة ميناء بورسعيد لزيادة قدرته الاستيعابية. وبالرغم من أهمية وضخامة كل تلك المشروعات، إلا أن الأنفاق التي يجري حفرها تحت قناة السويس ستكون مشروعات ذات طابع خاص، وهي عبارة عن 6 أنفاق عملاقة تربط مدن الإسماعيلية وبورسعيد بسيناء بريا بعد عبورها لقناتي السويس القديمة والجديدة، مما يسهل عملية تنمية سيناء. والأنفاق طبعا في المنطقة ديت هتحيي المنطقة بتاعت قناة السويس، سواء لو في منطقة لوجيستيك، منطقة مصانع، مناطق عمرانية. وبرضه أعتقد برضه كان القرار موفق إن هم اختاروا أكبر شركة موجودة عالميا وهي في ألمانيا، هي شركة هيرنكنشت. Wir haben jetzt etliche Ingenieure gehabt von Ägypten, die gerade auch Kurse mitgemacht haben. Sie haben einige gesehen hier
bei den ganzen Maschinen. Während dem Aufbau haben wir die Ingenieure trainiert, sehr motiviert, muss ich sagen. Ihre Ingenieure dann sehr begeistert. Sie bekommen die neueste Technologie und ich bin überzeugt, dass sie, sagen wir mal, dort sich weiterentwickeln und auch challenging Jobs annehmen. مشروع رفاق قناة السويس وشغال مع مشاريع تانية كتير في سيناء، وكل ده هدف تنمية سيناء. وحقيقة لما الواحد اشتغل مع الناس الألمان، مع الألمان المصنعين المكن، اشتغل معاهم عارف إن يعني إحنا مش بعاد قوي، يعني إحنا نقدر نقرب، نقدر نعمل أكتر من كده، نقدر نجتهد، نقدر نعمل حاجات كتير في أرضنا. دول اكبر انفاق موجودين دلوقتي في العالم في الحجم ده في الوقت ده اللي بيبقى موجود ان هو يتحفر بالمكنه 13 متر. قطر المكنه تحت مسطح الميه بحوالي 40 ل 47 متر. ينقسم المشروع ل3 أنفاق يتم تنفيذها شمال مدينة الإسماعيلية، و3 أخرى يتم تنفيذها جنوب مدينة بورسعيد، بإجمالي 4 أنفاق للسيارات ونفقين للسكك الحديدية. يبلغ طول النفق الواحد منها 5820 مترا. الأنفاق ديت مهمة جدا، لأن احنا أهم حاجة في مشروع زي كده إن يبقى عندك خطوط مواصلات بدون أي انقطاع، والأنفاق ديت بتدي لك فرصة إن أنت تنقل كمية كبيرة من الكونتينر في وقت قصير. ولخدمة المشروع وضمان سرعة سير العمل به، تم إنشاء مصنع للحلقات الخرسانية بجوار المشروع على مساحة 14500 متر مربع، والذي تقدر طاقته الإنتاجية القصوى ب15 حلقة خرسانية في اليوم. ولتتحقق التنمية الشاملة في سيناء، كانت سحارة سرابيوم، وهي أضخم مشروع مائي أسفل قناة السويس الجديدة، والتي تنقل مياه النيل العذبة إلى منطقة السويس والبحيرات والإسماعيلية الجديدة، وتهدف إلى زراعة حوالي 400 ألف فدان بسيناء، وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية تنموية متكاملة. السحارة مقسمة إلى 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترا. ويعد الجزء الهام من محور تنمية قناة السويس وتنمية سيناء وإنشاء مدن جديدة، ومنها مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة الجلالة البحرية، ومدينة شرق بورسعيد، ومدينة السويس الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية والتنمية الزراعية والسياحية والمزارع السمكية، ليكونوا نواة لبناء مجتمعات عمرانية جديدة. ولأننا ومنذ عامين في سباق دائم مع الزمن، انطلقنا شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة في كل نواحي مصر. احنا مش بس الموضوع زراعة واستصلاح أراضي، لا، الموضوع موضوع إنشاء مجتمعات جديدة، وهو ده المهم، هي دي كلمة السر. فكان مشروع 1.5 مليون فدان، وهو المرحلة الأولى من المشروع العملاق لاستصلاح 4 ملايين فدان، منهم 193 ألف فدان بمحافظة أسوان، و100 ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية، و100 ألف فدان بمحافظة مطروح، و370 ألف فدان بمحافظة المنيا، و43,500 فدان بمحافظة قنا، ومثلهم بغرب المرشدة، و20 ألف فدان بجنوب سيناء، بالإضافة إلى 280 ألف فدان بالوادي الجديد. كل ذلك بهدف إنشاء ريف مصري جديد، وزيادة الرقعة الزراعية إلى 9.5 مليون فدان، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدا ماليا كبيرا وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا، وخلق فرص عمل للشباب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 80%. لأول مرة يورد لمصر للدولة حوالي 5 مليون طن قمح، وده نص احتياجات مصر بالكامل. يعني أنا بتصور إن في خلال 2 أو 3 بالكتير إن احنا ممكن نكتفي داخليا بإنتاجنا من القمح. نقطة الانطلاق كانت من الفرافرة، وتحديدا من سهل بركة في ديسمبر 2015، وهو المشروع الذي تم وبدأ باستصلاح وتنمية 10,000 فدان،
وحفر 40 بئرا جوفيا في المنطقة في وقت قياسي، وبناء 3 قرى زراعية وخدمية و2000 بيت ريفي مساحته 100 متر، وعدد من المنشآت الخدمية التي تخدم المزارع، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجا وات على مساحة 16,000 فدان، وشق شبكة طرق تنموية لربط المنطقة بالمحافظات والموانئ. ولتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع كان لنا أن نسعى بكل جهد للحفاظ على المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها. ومن هنا كان إطلاق المشروع القومي للصوامع، وتم إنشاء 17 صومعة جديدة من أصل 25 صومعة في عدة محافظات و105 شونة حديثة، وذلك لتوفير قدرة تخزينية عالية تصل إلى 9 ملايين طن، والقضاء على نسبة الفاقد والتي وصلت إلى 25% بمحصول القمح. طبعا فيه نية لأن تكون المنطقة بتاع ديت تكون منطقة فيها منطقة صناعية، بحيث أنها يكون لها علاقة بعمليات تخزين واستخدام الحبوب والحبوب الزيتية. صومعة القنطرة شرق هي إحدى الصوامع 17 التي تم إنشاؤها، وتتكون من 12 خلية بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى 60,000 طن. ولأننا نتحرك بسرعة كبيرة في مختلف المحاور في وقت واحد، فكان لابد من تطوير شبكة الطرق والكباري، والتي كانت تعاني إهمالا شديدا على مدار سنوات طويلة، وكان تطويرها ضرورة ملحة، فهي ليست رفاهية، إنما هي الركيزة الأساسية لكل المشروعات القومية الأخرى، وضرورة قصوى كونها أحد العوامل المساعدة لدعم الاستثمار والاقتصاد المصري. وبالرغم من صعوبة التحدي، إلا أن مصر وبأيدي أبنائها نجحت خلال 1.5 عام فقط، وهو زمن قياسي، من تحقيق طفرة هائلة في شبكة الطرق بإنشاء وتطوير أكثر من 5,000 كيلو متر على مستوى الجمهورية، وأكثر من 130 كوبري. عملت شبكة من الطرق رهيبة جدا، يمكن ما بيتمش الإعلان عنها كتير، بس لما تقرأ وتشوف عدد الكيلومترات أو الآلاف الكيلومترات اللي اتعملت ليها شبكة طرق في الفترة اللي فاتت، ده رقم مهول جدا. فأول مشروع ده هيخلق كيانات ومدن وهيفتح فرص ما كانتش موجودة على الخريطة على الإطلاق. ده غير إن هو أنت بتعمله هو بيولد قوة في الاقتصاد، وبيخلي شركات المقاولات تشتغل، وبيشغل كل العاملين في المجال ده. معروف جدا إن كل مشاريع الإنشاء والطرق بتؤثر في الاقتصاد بصورة مباشرة وسريعة. الطرق الموجودة عندنا في ألمانيا أنا ما شايفش إنه في فرق كتير ولا أي حاجة، بل بالعكس الطرق متنفذة من أحسن ما يمكن الطرق الجديدة اللي اتعملت في مصر. رجعنا عن طريق الساحلي الجديد، بصراحه انا انبهرت صراحه. كان الطريق سواء في الذهاب او في العوده لقيته يضاهي مستويات الاوتوبان او الطرق الموجوده عندنا في المانيا، وده يؤشر ان في عمل واضح وشغل دؤوب. بدايه جيده، واعتقد الزمن برضه يعتبر زمن قياسي، وده يدل ان في رغبه صادقه وادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقه في انهاء هذه المشاريع العملاقه. موضوع الطرق ده كان لازم يشتغل ويتعامل على هذا المستوى من 20 سنه مش دلوقتي، حتى تساعد مشاريع التنميه، هتساعد السياحه، هتساعد على تنميه مجتمعات سكانيه وصناعيه جديده. وما فيش شك ان مصر كانت محتاجه لشبكه طرق على اعلى مستوى، وانا اقدر اقول لك ان مصر اسكندريه تقريبا يساوي 401 اللي هو الطريق الرئيسي ما بين وينسور في جنوب كندا اللي هي الحدود مع امريكا، ومونتريال اللي هي العاصمه الثقافيه بتاعت كندا.